أهلا بكم معنا. النهاردة هنتكلم عن حدث هز لندن والعالم كله. ضباب لندن العظيم سنة 1952. أهلا بيكي. بالضبط. هنعتمد على قراءات ومقتطفات من ضباب لندن العظيم، كارثة غيرت التاريخ. هنشوف إزاي الكارثة دي اتشكلت وتأثيرها على الناس وقتها، والأهم يمكن إيه الدروس اللي طلعت منها وغيرت نظرتنا لتلوث الهواء. الصورة للمصدر بيرسمها في البداية يعني مخيفة حقيقي. لندن اللي كان عندها تاريخ طويل مع الضباب الصناعي اللي كانوا بيسموه شوربة البازلاء. الاسم ده كان مشهور من العصر الفيكتوري. بالظبط. وفجأة لقت نفسها في قبضة نسخة تانية خالص من الضباب ده، نسخة مميتة. الحياة تقريبا وقفت. طيب خلينا نفكك الموضوع ده شوية. النص بيقول إن سما لندن ما كانتش صافية قوي يعني حتى قبل ديسمبر 52. مظبوط. تاريخ لندن الصناعي الطويل خلى الهواء بتاعها مليان ملوثات أكتر بكتير من مناطق تانية في بريطانيا. ورغم إن الوضع اتحسن شوية في أول القرن العشرين زي ما المادة بتقول، بس جت عوامل كتير اجتمعت في الشتاء سنة 52 بالذات وعملت الكارثة دي. في بريطانيا وقتها بيستخدموه في كل حاجة تقريبا، تدفئة البيوت، تشغيل المصانع، محطات الكهرباء. ومع الشتاء القارس اللي جه في السنة دي، الناس اضطرت تحرق كميات فحم ضخمة، بالذات عشان تدفي البيوت. بس القصة مش بس في الكمية الزيادة، صح؟ أنا فهمت من النص إن النوعية كمان لعبت دور كبير. وليه نقطة مهمة جدا. القراءات بتشير إن بريطانيا وقتها عشان اقتصادها يتعافى بعد الحرب كانت بتصدر الفحم الكويس بتاعها اللي جودته عالية. يعني الأحسن بيطلع بره. بالظبط. وكان الاستهلاك المحلي بيعتمد أكتر على فحم أرخص وجودته أقل بكتير ومليان كبريت وشوائب تانية. الوقود الرديء ده لما اتحرق بكميات ضخمة في آلاف المدافئ والمصانع هو ده اللي طلع في الهواء أطنان من الملوثات الخطيرة دي. يعني عندنا وقود سيء بيتحرق بكميات كبيرة. طيب إزاي الدخان ده كله اتحول لغطا سام خنق المدينة 5 أيام؟ هنا بقى بيجي دور الجو زي ما النص بيوصف. فعلا، يوم 5 ديسمبر حصل وضع جوي غريب فوق لندن، حاجة اسمها الانقلاب الحراري. يعني طبقة هواء دافي حبست طبقة الهواء الباردة اللي تحت قريبة من الأرض ومنعتها تطلع لفوق. وده حصل مع عدم وجود أي رياح تقريباً؟ بالظبط، سكون تام للرياح. النتيجة إن كل الدخان والملوثات اللي طالعة من المداخن اتحبست تحت القبة دي واتكثفت بسرعة وعملت ضباب عمر ما حد شاف زيه. والنص بيوصف الضباب دوت وصف دقيق. بيقول ما كانش ضباب عادي، لا ده كان تقيل، لزج، لونه ميل للأصفر أو البني المخضر كده، وريحته وحشة قوي، ريحة كبريت نفاذة زي البيض الفاسد. صحيح، والرؤية انعدمت تقريبا. يعني إيه انعدمت؟ لدرجة إيه؟ لدرجة إنك ممكن ما تشوفيش رجلك وإنتي ماشية. المصادر اللي قريناها بتوصف إزاي الناس كانت بتمشي وهي بتلمس الحيطان بإيديها عشان ما توقش، أو يمشوا ماسكين في إيدين بعض في مجموعات صغيرة عشان يعرفوا طريقهم في شوارعهم اللي حافظينها أصلاً. يا خبر، ده شيء صعب نتخيله فعلا. شلل كامل للحياة اليومية، يعني المواصلات وقفت. تقريباً كلها وقفت، ما عدا المترو طبعاً لأنه تحت الأرض. الطيران واقف تماماً، لا طيارات بتطلع ولا بتنزل. الأتوبيسات شافوا إن تشغيلها خطر جداً. حتى العربيات القليلة اللي حاولت تمشي كانت بتعمل حوادث كتير. والشلل ده مش بس مواصلات. لا طبعاً، الحياة العامة كلها اتجمدت. النص بيذكر إن ماتشات الكورة اتلقت، السينمات والمصالح قفلت، حتى المدارس قفلت أبوابها. والأكتر قلق كمان إن الوضع ده استغله بعض المجرمين وزادت السرقات، والشرطة نفسها كانت بتلاقي صعوبة تتحرك. التفاصيل دي مرعبة، المشي ببطء وتلمس الحيطان وريحة الكبريت اللي بتخنق والهدوم اللي بتتوسخ بالسواد أول ما الواحد يخرج. دي بترسم صورة كئيبة قوي للتجربة اليومية للناس في ال5 أيام دول. والتأثير الصحي كان مباشر وفوري، الكل كان بيكح على طول وعنده صعوبة في التنفس. والمشهد اللي يقلق أكتر هو صعوبة وصول الإسعاف أو الدكاترة للناس المحتاجة. الدكاترة وعربيات الإسعاف كانوا بيلاقوا صعوبة رهيبة في الحركة، في الوقت اللي المستشفيات كانت بتستقبل أعداد بتزيد من الناس اللي عندها مشاكل تنفسية خطيرة. 5 أيام من الكابوس ده، وبعدين إيه اللي حصل؟ الضباب ده راح إزاي؟ بعد 5 أيام أخيراً الجو اتغير، هبت رياح وقدرت تكسر طبقة الانقلاب الحراري دي وتشتت الضباب شوية بشوية. الرؤية رجعت ببطء
ولندن بدأت تتنفس تاني والحياة ترجع لشوارعها. بس مع انقشاع الضباب بدأت تظهر التكلفة البشرية الحقيقية للكارثة. وهنا الأرقام الصادمة بدأت تظهر زي ما بتقول المادة. أيوة، المستشفيات ومكاتب تسجيل الوفيات لاحظوا زيادة ضخمة ومش طبيعية أبداً في عدد الوفيات في فترة الضباب والأيام اللي بعدها على طول. النص بيوضح إن أكتر ناس اتضررت كانوا كبار السن والأطفال الصغيرين والناس اللي أصلاً كان عندها أمراض في التنفس أو القلب. أجسامهم ما قدرتش تستحمل الهجوم الكيماوي العنيف ده على الجهاز التنفسي. والرقم النهائي لعدد الوفيات المباشرة اللي استقروا عليه كان كام تقريبا؟ التقديرات الأولية اللي عملت صدمة كبيرة جدا وقتها قالت إن أكتر من 4000 شخص ماتوا كنتيجة مباشرة للتعرض للضباب السام ده. 4000. ودراسات بعد كده قالت إن العدد الإجمالي للوفيات المبكرة اللي ممكن نربطها بالضباب خلال الشهور اللي بعده ممكن يوصل ل 12,000 شخص. أرقام مرعبة بكل المقاييس. 4000 وفاة مباشرة، ده رقم صعب استيعابه في كارثة بيئية واحدة تحصل في أيام قليلة في مدينة كبيرة زي لندن. أكيد الصدمة كانت كبيرة قوي. بالظبط. الأرقام دي ما كانتش مجرد إحصائيات، دي كانت زي صفعة قوية صحت الرأي العام والحكومة. النص بيوصف اللحظة دي إنها كانت نقطة تحول حاسمة. خلاص ما بقاش ينفع نتجاهل التكلفة البشرية للتلوث الصناعي. الكارثة كانت متشافة ونتائجها فورية ومأساوية، وده أجبر الكل إنه يتحرك. والتحرك ده شفناه في شكل تشريع مهم طلع بعدها بكام سنة. تمام. بعد مناقشات وضغوط شعبية وعلمية صدر قانون الهواء النقي أو الكلين اير اكت سنة 1956. القانون ده بيعتبر علامة فارقة فعلا، ما كانش مجرد رد فعل، لا ده كان بداية تغيير منهجي في التعامل مع أسباب تلوث الهواء. وإيه كانت أهم نقط في القانون ده زي ما المصدر بيقول؟ القانون حط قيود صارمة لأول مرة على حرق الفحم في المدن، خصوصاً الأنواع الرديئة، وشجع الناس تتحول لوقود أنظف زي الغاز والكهرباء للتدفئة في البيوت. وكمان فرض ضوابط على الانبعاثات اللي طالعة من المصانع ومحطات الكهرباء. نقدر نقول إن القانون ده هو اللحظة اللي بريطانيا ولندن بالذات بدأت تاخد فيها مشكلة جودة الهواء بجد، وتبدأ تدور على حلول طويلة الأمد. وده بيخلينا نسأل عن الوضع دلوقتي. عدى أكتر من 70 سنة على الكارثة دي. النص بينتقل عشان يقارن بين زمان ودلوقتي، وبيقول إن جودة الهواء في لندن اتحسنت كتير. وده حقيقي لدرجة كبيرة بفضل قانون 56 والقوانين البيئية الأشد اللي طلعت بعده، وكمان التغييرات في مصادر الطاقة والصناعة. مستويات الملوثات التقليدية زي ثاني أكسيد الكبريت والدخان الأسود قلت جدا جدا مقارنة بالخمسينات. الهواء في لندن النهاردة أنظف بكتير. لكن هنا بقى بتيجي المفارقة المقلقة اللي النص بيطرحها في الآخر، مقارنة تخض بصراحة. فعلا، وهي نقطة تستاهل نقف عندها كتير. رغم التحسن الكبير ده، أبحاث جديدة النص بيستشهد بيها بتقول إن تلوث الهواء الحالي في لندن اللي جاي أساساً من مصادر تانية زي العربيات والجسيمات الدقيقة اللي مش بنشوفها PM2.5 لسه بيتسبب في وفاة مبكرة لحوالي تقديرياً 4000 شخص كل سنة. 4000 وفاة كل سنة؟ النهاردة؟ ده نفس الرقم تقريباً بتاع ضحايا كارثة الضباب العظيم في 52 اللي ماتوا في أيام قليلة. إزاي ده ممكن؟ التشابه في الأرقام ده صادم وبيخلي الواحد يفكر بعمق. هو بيوضح إزاي طبيعة خطر تلوث الهواء اتغيرت. الفرق الأساسي اللي القراءة بتبرزه هو عامل الوضوح، أو إنك تشوفيه بعينك. كارثة 52 كانت حدث درامي متشاف ومفاجئ، ضباب تقيل بيخنق مدينة وبيقتل ناس بشكل واضح وفوري. الوضوح البصري ده للمأساة هو اللي عمل الصدمة وحشد الإرادة السياسية عشان يحصل تغيير. عكس تلوث الهواء دلوقتي اللي حتى لو بيقتل نفس العدد سنوياً هو بيعمل كده في صمت زي ما النص بيقول. مفيش حدث كارثي واحد يلفت النظر، لا، ده تأثير تراكمي ومزمن للتعرض لمستويات تلوث ممكن ما تكونش بتخنق الواحد بصرياً لكنها بتفضل مميتة على المدى الطويل. ودي نقطة محورية جداً. ضباب 52 بكل المأساة اللي فيه كان ليه جانب إيجابي غير مقصود، إنه أجبر العالم يفتح عينيه على خطر محدش كان واخد باله منه قوي. هو كان زي ما المادة بتقول كارثة غيرت التاريخ،
لأنه دفع قضايا البيئة وجودة الهواء لواجهة الاهتمام العام والسياسي. وده بيسيبنا قدام سؤال مهم بيتردد صداه من المقارنة دي: إزاي غياب الوضوح البصري للكارثة ده النهاردة بيأثر على مستوى قلقنا واستجابتنا لمخاطر تلوث الهواء المعاصر اللي لسه بيحصد أرواح الآلاف بهدوء؟ سؤال في محله فعلا. الخطر مخلص، يمكن بقى أخطر لأنه أقل درامية وأقل وضوح للعين، وده ممكن يضعف الدافع إننا ناخد إجراءات جذرية بنفس السرعة والحزم اللي شفناها بعد سنة 52. إذن في رحلتنا النهاردة من خلال المصدر، إحنا تتبعنا قصة ضباب لندن العظيم. بدأنا بفهم الأسباب، الاعتماد الزايد على فحم رديء في ظروف جو حبست التلوث، وبعدين عشنا صور الشلل الكامل للحياة في لندن وانعدام الرؤية والخوف اللي سيطر على المدينة أيام، وتابعنا إزاي المأساة انكشفت بحصيلة الوفيات الصادمة بعد ما الضباب مشي، وإزاي الصدمة دي كانت نقطة تحول أدت لقانون الهواء النقي وبداية معركة لندن الطويلة ضد التلوث. وفي الآخر وصلنا للحاضر ولقينا نفسنا قدام مفارقة مقلقة. رغم التحسن الكبير في جودة الهواء، عدد الوفيات السنوية المرتبطة بتلوث الهواء اللي مش بنشوفه النهاردة في لندن قريب بشكل مخيف من عدد ضحايا الكارثة التاريخية اللي كانت متشافة دي. وده بيودينا لفكرة أخيرة نسيبها للتأمل، فكرة جاية مباشرة من المقارنة دي. هل ممكن التلوث الحديث الصامت واللي مش بنشوفه ده يكون بطريقة ما أخطر على المدى الطويل من كارثة واضحة زي ضباب 52؟ مش عشان هو أسوأ كيميائياً بالضرورة، لكن لأنه مش بيعمل نفس الصدمة للمجتمع، وبالتالي ممكن ما بيقدرش يحشد الإرادة السياسية اللازمة عشان ناخد إجراءات وقائية حاسمة بنفس القوة، رغم أن تكلفته البشرية السنوية ممكن تكون مماثلة أو يمكن حتى تزيد مع الوقت. ده شيء يستحق نفكر فيه بعمق.